السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أحلى متابعين؟ الحمد لله أنا بخير. إن شاء الله اليوم أسوي فتة باذنجان. لو عجبكم فيديو لا تنسوا سبسكرايب شير لايك. شكرا. أول شيء هنا عندنا حبتين باذنجان تقطعها صغير صغير. بعدين تحط ملح، أنا نقطيها مرة كويسة. نخليها على جنب. عندنا هنا بصل، سوي صوص أحمر، شوية زيت وبصل. نحرك عليهم لونها يصير أحمر. عندنا ثوم، بعدين طماطم، لما تصير لون أحمر نحط ثوم، نحرك كويسة. نحط بهارات كزبرة وحناشي كمون فلفل أسود. بعدين طماطم، تصير طماطم نحركها كويسة، نخليها تستوي بين 10 دقايق. بعد 5 دقايق وشوية ملح وملح ليمون. شوية ملح ليمون عشان تصير حامض شوية. نقطعها نغطيها لين 5 دقيقة. هنا عندنا عيش لبناني نقطعها كويس صغير صغير بالشكل هذا. أول شي نقطع طويل طويل. بعدين نقطعها بالشكل هذا. بعدين نقلي في الزيت. لما تصير زيت شوية مو حار مو بارد وسط، نقلي فيها العيش اللبناني. نقلي لين تصير لونه ذهبي. تصير لونه زي كده نشيلها نسكرها نسكرها.
هنا في نفس الزيت نحط الباذنجان، لازم نسفيها عشان تطلع موية، نسفيها كويسة عشان شوفوا كيف تطلع موية ما شاء الله، عشان تصير مقرمشة. لين تصير لونها أحمر هيك كويسة. هنا صوص ما شاء الله، صوص أحمر خلص. الباذنجان لين تاخد لون ذهبي خلاص كويسة، بعدين نشيلها نحط في السفاية. نفس الزيت نصفيها زي كده. بعدين الباذنجان الباقي لازم تصفيه زي كده عشان يصير مقرمش. شوفوا كيف ما شاء الله أنا موية فيها. لما تسوي زي كده جامد عشان تصير مقرمشة. ممكن نسيب زيت كتير كمان. شوفوا كيف موية. خلص ما شاء الله لما صار ذهبي. هنا عندنا واحدة زبادي، صوص أبيض، ثوم وملح وفلفل، فلفل أسود. شوية ملح، شوية فلفل أسود، زيت زيتون خلط كويس، شوية زيت زيتون، نص ليمون. بعدين جاي صوص أبيض، خلطة كويسة. هنا عندنا خبز لبناني، رمان، صوص أبيض، بقدونس، صوص أحمر، باذنجان. نسوي زي كده عشان نشيل زيت. أول شي نحط في الصينية باذنجان، بعدين رمان، شوية نحط فلفل أسود هنا، بعدين رمان،
بعدين صوص أحمر، صلصة طماطم، حتى شوية شوية مو كتير، لو صار كثير مو طعم. ناكل صوص أبيض، حط شوية شوية. نحط هنا بقدونس، نحط فوقه عيش مقلي الطريقة هذه. ما شاء الله زين خلصنا، مرة لذيذة. لو عجبكم فيديو لا تنسوا الاشتراك على القناة. شكرا لكم.